وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، النهاردة 3 فبراير والحمد لله الواحد أصبح مستقر نفسيا شوية في موضوع المذاكرة، لكن ما زال في حاجات فايتانا ومحتاجين نخلصها. كنت معتمد أكتر على الاستماع بالنسبة للي بدرسه من البناء المنهجي، وإلى حد كبير ما كنتش بقعد بقى على اللابتوب أو بقعد أذاكر الحاجات المقرر اللي احنا خدناه وانا بقراه اكن الكتاب موجود قدامي. طبعا انا بقرا PDF على اللابتوب او على التليفون بالنسبه للمقرر بتاع الدراسه بتاعتنا، فالاستماع لحد كبير مفيد، ما فيهوش اي خلاف على النقطه دي. لكن قراءتك بقى للمعاني وقراءتك للكتاب نفسه حتى لو سمعته، ده بيدي فايدة اكتر بكتير جدا من حتة انك تعتمد على الاستماع بس. في حاجات كده زي ما بنقول بين السطور ممكن نكون مش واخد بالك منها وانت بتسمع، او مش واعي للمعنى بتاعها، فوانت بتقرا كده بتقف، بتبدا تدرك او تبدا يكون عندك استدراك للحته اللي انت مش فاهمها دي. ممكن تخش تبحث عنها، تخش تعرف عنها معلومه، فبدل ما كنت بتستفيد بمعلومه واحده بقيت تستفيد بمعلومتين وانت قاعد. نقطة برضو مهمة لازم ناخد بالنا منها، احنا بنبص لنفسنا او لحياتنا دلوقتي ان احنا بنعدي بأزمات نفسية وبنعدي بمشاكل، وان الدنيا جاية علينا والظروف مش احسن حاجة، وبناخد ده كسبب او كعذر ان احنا ما نعملش اي حاجة في حياتنا، ان احنا سايبين نفسنا للسوشيال ميديا وسايبين نفسنا اي حد يسحبنا كده معاه في الطريق وخلاص. لو جيت للنبي صلى الله عليه وسلم وشفت حياته، خلينا نبني عليها. وقتها ما كانش عنده امكانيات، ولا كان في سوشيال ميديا، ولا كان في العوامل اللي تخليك تنجح زي الوقت اللي احنا موجودين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته شقة، كانت حياته متعبة، من وقت نزول الوحي إلى مجاهدة الكفار وغيرها، وده أكيد كان بيترتب عليه إن حالته النفسية ما كانتش قد كده، فكان وقت ما بيتعصب أو وقت ما بيزعل كان بيفزع إلى الصلاة. يعني أهو علاج بسيط جدا، وقت ما تكون متضايق متضايق ومش عارف إيه السبب، حاسس إن الدنيا جاية عليك، حاسس إنك مش عارف تختار، مش عارف تختار شغلك بقى، مش عارف تختار مراتك، مش عارف تختار أي حاجة، مش عارف تختار تشتري عربية دي ولا تشتري عربية دي. كل ده بيخلص بالصلاة. وحاجة برضو كنت بستخدمها الفترة دي هو حتة إني بقرأ قرآن قبل المذاكرة، وده كان سبحان الله يعني كان ليه أثر كويس جدا. يعني أنا بنصحك تجرب الموضوع ده، بس وأنت بتقرأ القرآن الفكرة إنك تحسن النية بإن فعلا أنت بتقرأ القرآن علشان تهتدي بيه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في المذاكرة بتاعتك أو في الشيء اللي أنت شغال عليه. بس عشان ما تتوهش مني، دلوقتي هنعمل قهوة وبعد كده هنختم بحديث جميل جدا هيفيدك وهيوضح لك برضو فكرة الدنيا اللي أنت عايش فيها دي، عشان تكون عايش وفاهم الواقع اللي انت بتمر بيه. السوشيال ميديا غيرت انطباعات عندنا كتير جدا، وخلتنا نبص عكس نظرة الدين للدنيا، نبقى عايزين نجاهد الدنيا كلها عشان نبقى ناجحين والناس تقول علينا ان احنا ناجحين، وعم فلان يقول الشخص ده ناجح وكويس. كل ده سبحان الله انت مش مخلوق علشان. مش هكتر عليك، نعمل القهوة ونكمل الفيديو بتاعنا.
طيب نكمل بقى الفيديو بتاعنا، واخر حديث هنختم بيه وركز معايا كويس جدا فيه. الحديث بتاعنا هو 5 كلمات لو حسبتهم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني سبحان الله، المؤمن دايما في ابتلاءات، لكن في مؤمن بيبتلى ويبص ان الابتلاء ده ليه يا رب ابتلتني، وليه يا رب بتعذبني، وليه يا رب انا ما خدتش ده، وليه يا رب انا المفروض احق من ده ان اخد الحاجه دي، انا ليه ما خدتهاش. وفي شخص تاني بيقول سبحان الله، ده قدر من ربنا سبحانه وتعالى، ودي الحاجه دي مكتوبه، ولا بد ان تعاملي ونيتي معاها تكون مختلفه عن اي حد تاني. فسبحان الله، نيتك وقت الابتلاء عليها اجر الصبر، وعليها اجر حسن الظن بالله، وحسن الظن بالقدر ان ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك. واحنا عارفين طبعا ان ما يغير القدر هو الدعاء، فاكثر من الدعاء، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويصلح حالك وهيوفقك في اي حاجة انت هتعملها. شكرا على المشاهدة، واشوفكم في فلوج جديد. فنقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، هو انك تسمع وفي نفس الوقت تقرأ، علشان الموضوع يكون ليه إفادة كبيرة جدا في المذاكرة بتاعتك.